تأخذنا حين زرناكم يا الله يا سلام يا الرحمن يا شكور واشفع فينا إلى الرحمن مولاكم يا الله يا سلام يا الرحمن يا شكور واشفع فينا إلى الرحمن مولاكم يا الله يا سلام يا الرحمن يا شكور واشفع فينا إلى الرحمن مولاكم يا الله يا سلام يا الرحمن يا شكور سنحظى سنعطى مزايا مزاياكم يا الله يا سلام يا الرحمن يا شكور سنفرح سرحمة تنشانا وتنشاكم يا الله يا سلام يا الرحمن يا شكور الله حياكم وعين الله يرعاكم يا الله يا سلام يا الرحمن يا شكور صلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم يا الله يا سلام يا الرحمن يا شكور المختار شافعنا منقذنا وإياكم يا الله يا سلام يا الرحمن يا شكور الله يا سلام يا الرحمن يا شكور الله يا سلام يا الرحمن يا شكور الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا ولي الله السلام عليكم يا خيرة الله السلام عليكم يا صفوات الله السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله السلام عليكم يا أهل معرفة بالله السلام عليكم يا أهل الاستقامة السلام عليكم يا أهل الكرامة السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة السلام عليكم يا ولي الله السلام عليكم يا حبيبنا حبيب حامد بن أمات الجهاد وأولاده وبناته وذريته ومتقدم في هذا المقام وفي هذه القرية السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون أنتم السابقون نحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم أنت الذي وقفتنا بين يدي وليك هذا ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمال أملناها فنوينا يا ربنا بهذه الزيارة ونواب آباء ورسولنا الناصحون ومشايخنا وأملنا كلهم أجمعين ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالا فهما وأخلاقا وآدابهم على هذه النبي صالحة وما نواب آباء ورسولنا جالبة لكل خير بالبشارة لنا ولكم من المسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة تفضل اجلس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقيل لنا إذا كان بسجد السجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره
بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جبل من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون يوم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم
على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون فضل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون فعن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله 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 لا إله
ورسوله ووفورهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة صدق الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى وسلم على سيدنا محمد حتى تزدر الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين صلى وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وصول بالله تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما حللناه من لا إله إلا الله ما سبحانه سبحان الله بحمده ما قلنا يا الله يا الله ما صلينا وسلمنا على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المرة المبارك في هذه التربة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدم ثواب هذه القراءة إلى سيدنا حبنا شفينا ذرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى الركاب أولى من أهل المعنى والبيع وأهل الذنب والفرار أقدار أجمعين وأهل حضرهم كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا المهاجر الله من عيسى بن أحمد بن عيسى سيدنا علي بن الله بن بن علي بن أبي خالد بن سيدنا محمد بن مال وصوله وفرحه سيدنا مولانا سيدنا العظم الفقيه المقدم علوي وأصولهم وفرهم سيدنا مولانا قد الله الحبيب عبد الرحمن محمد السزار وعوض الجميع بفكر السفران ومحضر الإخوان جميعا وأصولهم وفرهم علي بن السفران وفكر الله النزاع كبار من عبد الرحمن حين من كشف ابنه قد الإمام أحمد شهاب بن الله كبار والحبيب بكر الأرض وأخي حسين وأصولهم وفرهم مولاي الفهم الشيخ بكر بن سالم بكر بن سالم سيح بكر بن شهاب وسلم بن سالم وأصوله وفرهم قد الأنفس عبد الرحمن الطشر الرجال وسائر بارس قطب الرجال وثقبات بن عبد الله بن علي بن محمد الحداد والحبيب بن عمرو بن الله بن فقير محمد بن الحبشي والحبيب محمد بن المفقرين وكانت أولياء المغرب من سالة البالغ كلهم أجمعين في مشارق الأرض إلى مغاربها برجها وبهرها ثم إلى وكانت علم أهل فلم دار السلام كلهم أجمعين ثم إلى صاحب الحول صاحب المقام صاحب الحفر الحبيب الإمام الحبيب البركة حامد بن عمر بن علي بن شهاب الدين وأبيه وأمه ومشايخه وشيخه وأقرانه وأصحابه وأولاده وبناته خصوصا الحبيب علوي وأبو بكر وأبو الرحمن والشيخ أحمد وبنات الحبيب كلهم أجمعين وذريتهم كلهم أجمعين والمتقدم من العلماء والصالح في هذه القرية خاصة وأموات المسلمين هذه القرية خاصة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا
أمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جل تعالى من أيديهم ومفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار سترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم روحهم والريحان والبشاره والامان والخشيه والرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضه من رياض الجنان ولا تجعل خفرا من خفرات النيران اللهم أعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقة ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقة ومعافاة من الفتن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم امك الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الرحم يا من عبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا من البلاء والوباء عن الفحشاء والمنكر من دار الدنيا إلى دار الآخرة الذين دعواهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله ثم الحمد لله معاشر الحبايب معاشر الإخوان زائدين رحمكم الله jemaah Majelis Maulid sekaligus Khol Al-Imam Al-Habib Barakah Hamid bin Umar bin Al-Bishab. Alhamdulillah dari pagi pada subuh alhamdulillah para santri Pondok Anwar Thalibah telah menghatamkan Quran 3 kali hataman, juga membacakan Yasin mungkin terhitung 150 kali, dan zikir lainnya dihadiahkan untuk Buyut Hamid Habib Umar bin Al-Bishab. Lalu kita tambahkan keberkahan dengan duduknya kita bersama berziarah beliau dan membacakan lagi Yasin dan tahlil. Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dengannya para salafun salihun diijabah oleh Allah. Segala hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan Allah, diberkahi dan diridhai oleh Allah. Siapa pun yang sakit di antara kita atau keluarga kita disembuhkan oleh Allah, dimantapkan iman dan keyakinan kita, dan ditambahkan cinta kita kepada Allah Rasul dan juga kepada mereka para aulia, para salihin, dan dijadikan InsyaAllah berkat maulid hari ini dan hal hari ini, berkat sahibul hal, Allah tambahkan keberkahan untuk kampung kami ini, Bungin Ayib, Desa Tanjung Pasir pada umumnya, dan semua negeri-negeri Islam, negeri umat Rasulullah SAW. Masyaallah, setelah ini jaduri menikmati apa yang ala kadar kami mampu siapkan. Setelah itu kita akan berjalan berarah-arahkan sambil bersalawat dan baca qasidah menuju Masjid Baitur Rahim untuk prosesi sesi kedua acara kita itu peringatan Maulid Nabi SAW dan haul. Sampai masjid kita masuk salat tahiyatul masjid dan sekaligus mungkin dengan niat salat duha. Untuk santri yang ingatkan lagi, kamu untuk salat boleh di dalam, setelahnya keluar dari ruangan utama masjid duduk di teras kecuali tim hadrah dan yang bertugas. Dan untuk rekan-rekan para habaib yang sudah datang duluan, tafadhol langsung masuk ke dalam ruangan
hall. Insyaallah hall kita akan laksanakan jam 10 tepat, sudah mulai dengan bacaan qasidah dan maulid sembari menunggu kehadiran jamaah yang lainnya. Masalah bab hadirin rahimani rahimakumullah, kami juga boleh mengingatkan insyaallah sebagaimana biasa majelis kita nanti akan kita tutup dengan sholat zuhur berjamaah. Jadi yang punya wudhu kalau bisa tahan wudhunya, kalaupun tidak kami menyiapkan ya, ada tempat wudhu di masjid yang insyaallah bisa memberikan fasilitas pada antum untuk berwudhu atau tajdidul wudhu insyaallah. Dan barang kali ada yang belum punya wudhu, mumpung jamaah belum kami wudhulah dulu sehingga nanti antum lebih mutmain dan tenang. Mungkin saja proses acara kita yang pertama ini itu ziarah. Jadi dinikmati apa yang telah kami siapkan yang ala kadarnya. Fadhil. Bismillah. Untuk para santri kalau sudah selesai yang mungkin dapat bagian gahwa atau kopi cangkirnya turun singkirkan. Kalian kumpulkan singkirkan, lalu kamu bersiaplah berdiri di jalan dengan masing-masing. Berdirinya dengan api, tolong dibantu dan berdua Ustaz. Dan ada yang membawa sound system. Masih. Yang besar untuk bawa sound system. Jadi kalian harus besar. Silat. Kemudian yang lain juga segala. Kamu apa ya? Tanggung dari sini. Alhamdulillah. Mana Beni? Hah? Gawi dia. الله لنا بالقبول يا ربي صل على المنتهى طه رسول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على طه رسول فينا بابنا ولنا طرحنا الحمود إلى من المواهب الرضا masih dalam Meksiko lagi Pak. Nah ini mungkin sambung. Nah baterai.
الله بالجمال يا ربي صل على
Ayo. Ako na ini. Cukup. Ya. Yang ini. أهلا أستاذ. Dia dunia dia. Siapa? Tunggu dia terang murmur. Iya, itu. Mulai alamu. Mantap. Disorak memang tidak ada apa. Iya, tidak ada. Duduk di posisi selain Alhamdulillah nanti duduk di bangku ya sudah sholat duduk keluar Masih jalan. nanti duduk ini sampai sebelah kiri dan depan ke depan. Bismillah. Bismillah.
Wah, sama namanya Muhammad juga. Belum mulai. Belum lagi. Kak, paspor Kak. Matilah. Tapi biar jangan dilepas dari report. Ya, enggak. Gantung. Belum kakak putus gini. Masih. Ya, kau masih